طبعا بشكر مدير امن سوهاج سياده اللواء ابراهيم صابر على مجهوداته، لان فعلا فكره المتهمين يتمسكوا بسرعه جدا كده دي حاجه يعني بجد على الاقل بتبرد نار الناس وبتحس ان الحق بيرجع زي ما حق زينة هيرجع ان شاء الله هيرجع. معانا الاستاذ المحامي ولا لسه؟ استاذ سامي، استاذ سامي اسمه؟ استاذ سامي اسمه صح؟ الو. ايوه استاذ سامي، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. حسب البيان اللي في ايدي حضرتك بتقول ان تردد اهل احد المتهمين على مكتبك وحضرتك تنازلت ولا رفضت القضيه ولا ايه اللي حصل؟ هو حضرتك اللي حاضر عندي في المكتب والدة المتهم محمود كزبر وشقيقته واحد اقاربهم، وطلبوا مني الحضور في القضيه يعني. فكان رد طبعا لابد ان احنا نطلع على القضيه، لان انا ما كانش عندي اي معلومات تماما عن هذه القضيه يعني. معلش انا بالراحه كده انا مش سامع حضرتك. بقول لحضرتك والدة المتهم محمود وشقيقته واحد اقاربهم حضروا عندي في مكتبي وطلبوا مني الحضور مع المتهم محمود اللي هو المتهم الاول في القضيه يعني. ايوه. فكان ردي لابد من الاطلاع على اوراق الدعوه، لان انا ما كانش عندي اي تفاصيل تماما عن هذه الدعوه. حضرتك من دمياط وما كانش عندك تفاصيل بعد الحلقه بتاعتنا؟ معقوله؟ للاسف انا ما شفتش الحلقه بتاع حضرتك خالص، لم اشاهدها يعني. وما شفتش الحلقه وما سمعتش عن القضيه؟ ما قريتهاش في الجرايد؟ ما شفتهاش على الانترنت؟ لا تفاصيل بامانه ما شفتهاش. فبعت احد المحامين الزملاء في المكتب حضر الاجل للاطلاع وطلب اجل الاطلاع بالفعل. تمام. يعني لما جم يعني معلش ثانيه واحده. انا ايوه بس انا عايزه اسال سؤال بس واحده واحده كده. لما جم يتفقوا مع حضرتك ما قالولكش الولاد عملوا ايه؟ لا طبعا هم يعني الموكلين لما بيجوا بيحكوا ان ابنهم بريء، ان ابنهم لم يرتكب الواقعه، لكن انا برضه مش بقتنع بالكلام. الموكلين لابد ان انا اشوف الاوراق عشان عرضوا على حضرتك كام؟ لا بامانه ما اتكلمناش في فلوس يعني. فندم؟ يعني انا ما اتكلمتش معاهم في فلوس، يعني انا شخصيا ما اتكلمتش معاهم في فلوس دي بكل امانه. امال انت جايب المعلومه دي منين يا اكرم؟ لا انا شخصيا ما. لا انا بسال البروديوسر بتاعي عشان قال لي حاجه في الاير بيس، فقبل ما اقولها هو اللي قال لك قبل ما يدخل على الهواء. وبعدين حضرتك حد راح من مكتبك وترافع فعلا عن القضيه واجل القضيه؟ طلب التاجيل للاطلاع على اوراق الدعوه. حضرتك تنازلت عن القضيه امتى بقى؟ النهارده؟ حضرتك انا النهارده لم اطلع على اوراق الدعوه غير النهارده، وبالفعل بالصدفه الشديده بعد الحلقه بتاعتنا امبارح يعني؟ والله لم ارى حضرتك حتى امبارح. امال حضرتك اتصلت بينا ليه؟ ليه؟ امال حضرتك اتصلت بينا ليه؟ لا انا ما اتصلتش بحضرتك، لان انا عند حضرتك في البرنامج هم اللي اتصلوا بيا، انا ما اتصلتش. حد من محامين مكتب حضرتك اللي كلمنا، انا ولا اعرف استاذ سامي ولا اعرف المكتب ولا اعرف مين اللي متولي القضيه. حد اتكلم وقال لنا البيان موجود على الفيسبوك واحنا اتنازلنا، المكتب اتنازل عن القضيه. يبقى حضرتك ما سمعتش عن الحلقه بتاعت امبارح ازاي؟ انا لم اشاهد الحلقه بتاعتك. حضرتك لم تشاهد بس ممكن تكون دمياط كلها شاهدت. لا ممكن ده مش مانع ان هم كلنا شافوا. انا بقول لحضرتك بس اللي حصل عشان عاوز اوضح حاجه مهمه جدا. حضرتك عاوز بس اوضح حاجه مهمه، ان المحامي الجنائي كالقاضي الجنائي تماما. حتى يوافق على الوكاله في اي قضيه لابد ان يرتاح ضميره بعد قراءه الاوراق دي. موقف موكله اذا ارتاح لبراءته يحضر في الدعوه. انا لما قرات الاوراق لم ارتاح الى براءه المتهم، وبناء عليه اتخذت قرار بعدم الحضور في هذه الدعوه. هي امتى كانت القضيه حضرتك؟ امتى ايه؟ امتى كانت الجلسه؟ الجلسه اللي فاتت كانت يوم 1 في الشهر. يوم 1 صح؟ 1 من 3 ايام. بس القضيه ما اتصورتش، القضيه ما كانش لسه لم نتمكن من تطويرها غير امبارح. يعني القضيه واصله مساج امبارح. يعني هي لما جت لحضرتك قالت لك من غير ورق كده، قالت لك ابني عمل ايه؟ لا هي حكت ان ابنها اتهم وان ابنها لم يرتكب الواقعه وان هذا الكلام مرفق عليه. وطبعا انا لا اقتنع بمجرد الكلام، لابد من الاطلاع على الاوراق ولابد ان اطمئن بنفسي من خلال قراءه الاوراق الى موقف الموكل. وحضرتك بقى ما ارتحتش لايه في الورق؟ بص حضرتك انا يعني مهم جدا ان عندما اقرا الاوراق اجد مدى الصدق في اقوال المتهم، ارى مدى توافر ادله الاتهام ضده من عدمه. فاذا انا
حاسين بعدم الاطمئنان وان موقف الموكل او المتهم. طب انا عايزه اسال حضرتك حاجه يعني حاجه عايزه اسال حضرتك حاجه في الشغلانه نفسها، حتى لو كان حضرتك ارتحت ضميريا، حضرتك شايف من الورق ان دي مش قضيه خسرانه 100%؟ هو حضرتك هذا الارتياح الضميري يتاتى من الورق زي القاضي تمام. القاضي لا يستطيع ان يحكم بالإدانة على اي متهم الا اذا ارتاح ضميره على ان التهمه ثابته ثبوت يقيني بحق المتهم، بناء عليه بيرتاح ضميره عندما يصدر حكم بالإدانة. كذلك المحامي الجنائي لابد ان يرتاح ضميره الى موقف موكله. اذا انا شكيت او حسيت بعدم ان الادله يا حضرتك ما كانش عندك قبل ما تبعت محامي يترفع وكان ما كانش عندك علم خالص ان هم معترفين على التلفزيون؟ لا بامانه والله. ما تجيبوا لنا الاعتراف كده يا جماعه. عشان اي يعني عشان نسمع الاعتراف مع بعض كده، ممكن هو يسمع معانا برضو عشان تبقى اول مره يجي لنا الشرف، بما ان حضرتك ما سمعتش الحلقات اللي قبل كده وما شفتش اليوتيوب خالص وما سمعتش من دمياط وبورسعيد وما شفتناش امبارح، وبالصدفه الشديده اعتذرت النهارده، فيمكن برضو ان اقول لحضرتك ان قرارك صح، لان هم معترفين على شاشات التلفزيون وعاملين على اليوتيوب اكتر من 2 مليون فيور، وبورسعيد ودمياط ومصر كلها ما كانتش بتتكلم غير على زينه. كان بيكلمني ناس من قطر ومن السعوديه بيتكلموا عن زينه، فغريبه قوي ان حضرتك ما تعرفش الموضوع ده. ورونا كده الاعتراف يا جماعه. فين؟ محمود كوشي. اسمع على جمعة الزيت احمد قبل اسمعني. تعرفوا بعض منين؟ هو شغال بوف في العماره باشا. البنت اللي توفت كان فين؟ البنت اللي توفت شاركنا معانا في العماره. عملت كده ليه؟ غلطه يا باشا، غلطه. ندمانين يعني؟ لا ندمان عن نفسي، ندمان. غلطه يا باشا، غلطه. ندمانين يعني؟ لا ندمان عن نفسي، ندمان. من الشارع يعني ولا ايه؟ من البيت حضرتك. عشان ايه؟ قاعد اعذب فيا من يوم الاربعاء لغايه يوم السبت الصبح. مجرمين الظباط دول. والله مجرمين. يقول لك بقى اصل الاعترافات دي كانت تحت ضغط وكده، ما كانوش ملموسين ولا مضروبين ولا حد جه جنبهم، كانوا زي الفل موردين على الشاشه. احنا لو مامة زينة نقدر معانا موجودة مدام شيماء. الو، اهلا بيكي. مساء الخير. اخبارك ايه؟ انا متاسفه جدا ان امبارح ما قدرتش اكمل معاكي الحلقه. لا انا اللي متاسفه جدا اني ضايقتك بالتقرير اللي قريته. انا صعب عليا ابدا. انا صعب عليا. اذا كان صعب علينا كلنا. زينة ابكت كل مصر. طيب انا دلوقتي كل المحامين وكل وكلاء النيابه وكل الدنيا بتقول لي دول اقصى عقوبه 15 سنه. قولي لي انا اعمل ايه؟ انا ناري تهدى ازاي؟ احنا بنموت بالبسيط، انا من خلال البرنامج بتاعك عايزه اوصل رساله بس للفريق السيسي، رساله صغيره. عايزه اقول له يا سياده الفريق، انت لو اتخنت قدام باب بيتك والحارس بيحرسك وواحد ساكن معاك في نفس البيت خانوك وغدروك وجم خطفوا بنتك وطلعوا بيها السطح واغتصبوها او حاولوا اغتصابها ورموها من 11 دور، انت هتعمل ايه؟ هتقول دول احداث؟ تقول احداث ازاي؟ ازاي احداث؟ واحد زي محمود ده كان خاطب وهيتجوز، كان هيتجوز ازاي لما هو احداث؟ حد يرد عليا يقول لي دول ازاي احداث؟ ناس بتخطط من بدري ان هم يخطفوا دي ويعملوا فيها كده، ازاي احداث؟ اروح لمين؟ مين يديني حل لبنتي؟ مين يبرد ناري؟ دول ازاي عايش لحظه بعد ما قتلوا بنتي؟ أنا بوجه نفس السؤال مش للفريق السيسي بس، أنا بوجهه لكل واحد مصري ولكل مسؤول ولكل قانوني ولكل وكيل نيابة
ولكل قاضي ولكل بشر ماشي على الأرض، لو بنتك انت حصل فيها كده هتطبق القانون ده؟ طب وإذا كان احنا في استثناءات كتير جدا حصلت في الفترة اللي فاتت، بتهيألي ان كان في رئيس واحنا قلنا مش عايزينه، مع ان القانون كان بيقول ان هو لازم يبقى، وشلناه عشان ما كناش عايزينه، وما كناش عايزين بلدنا تضيع، وما كناش عايزين نتخان. مش احنا اعتبرنا لما نزلنا يوم 30 يونيو ان دي كانت خيانة وتصرفنا مع الخيانة بره القانون؟ مش احنا لما جينا عملنا ثورة وخلعنا رئيس في 15 يوم بغض النظر كان قرار صح او غلط، ده برضو عملناه مش بالقانون؟ ما خليناهوش يفضل مدته لغاية سبتمبر واجبرناه على ده؟ البلد دي مش هتقوم غير لو الناس حبوها بجد، والناس هتحبها بجد وهتبقى في ظهر مسؤولينها لما تحس ان الحق بيرجع وان احنا مش رخاص ودمنا رخيص. لو كل حالة اتعاملنا معاها كده البلد هتضيع، ونقول اصل احنا بنطبق القانون. في ناس عليها احكام قد كده ولا القانون بيتطبق ولا اي حاجة. اني قانون واني شرع واني دين واني اي حاجة تقول كده؟ تقول ان انا ادي 15 سنة لواحد اغتصب وخطف وعمل شذوذ وعمل حرام حياته ضاعت، هو اللي ضيعها. حرام اهله، طب ما انتوا اللي عملتوا فيهم كده، لان من غير رقابه ومن غير معقوله ده بيصلي؟ معقوله ده عنده دين؟ معقوله حاجات كتير قوي. مش بس سياده الفريق السيسي، الجيش المصري كله اللي بنلجأ له. هي قالت جمله مهمه قوي، قالت تعمل ايه يا جندي يا مصري لما الحارس بتاعك اللي واقف يحرسك يخونك ويضربك في ظهرك وياخد اعز ما عندك ويطلعه فوق سطوح ويغتصبه ويحطه ويرميه ويخبط في تكييف ويجيله كسر في العنق وكسر في الجمجمه وكسر في الاطراف وبعدين نحكم عليه ب 15 سنه، بعدين نيجي بعد شويه حسن سير وسلوك فنطلعه بعد 7 سنين ويطلع عنده 27 سنه تمام، يصرف فلوس ماما اللي ماشيه تعرض مليون جنيه على كل محامي وتمام. مش مهم خالص البنت اللي راحت، ومش مهم خالص قيم واخلاق، ومش مهم خالص المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ومش مهم خالص المصريين، مش مهم اي حاجه غير ان احنا نطبق القانون. صح؟ نروح لفاصل.